بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري ونسعد دايما بلقائكم. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عن عملية طرد 11 طيار إسرائيلي، طيار مدني مش طيار حربي، وتم طردهم من مصر بسبب دخولهم بطريقة غير شرعية. في البداية طبعا عايزين نتكلم نعرف ايه الموضوع وايه ايه الملابسات اللي كانت حواليه وبتدل على انه شيء غير طبيعي. البداية طبعا القصة بتبتدي بإيه؟ بتبتدي بإن كان في 4 طيارات إسرائيلي عليهم 11 طيار إسرائيلي تقريبا طالعين في رحلة تدريب. طيب برضو عشان نبقى احنا في الصورة، في صورة اتنشرت لشكل الطيارة نفسها أو شكل ال4 طيارات، بس هي جايبين صورة طيارة واحدة. الطيارة ديت طبعا واضح من الصورة الموجودة قدام حضراتكم ان الطيارة دي طيارة تدريب خفيفة. ده معناه ان ال4 طيارات دول دي طيارات كانت طالعة في مهمة تدريبية. هي تقريبا كانت طالعة من مطار في إسرائيل، وكانت وجهتها إما قبرص أو اليونان. يعني أنا مش طبعا ما فيش ولا وكالة أنباء جابت الموضوع ده أو اتكلمت عليه، لكن في الأغلب هو الاتجاه بتاعهم في هذا الاتجاه. ونقف هنا بس ونقول على شوية حاجات بالنسبة للطلعات بتاعة التدريب بتاعة الطيران المدني. هو طبعا بالنسبة للطيران المدني أو أي نوع من أنواع الطيران، يعني بيبقى ليه في الأول خالص تدريب الطيارين بيتم إن هم يعملوا تيك أوف ولاندنج. ده بعد ما يخلصوا حاجة اسمها الجراوند سكول أو المدرسة الأرضية. طبعا المدرسة الأرضية دي بتتم للمعلومية فقط، يعني بتتم بأجهزة السيميليتور أو المحاكي، يعني زي الجيمز كده بتاعت الولاد الصغيرين، بيقعد في كابين الطيارة مش فيرتشوال، مش حقيقية يعني، وبيبتدي يعمل تيكوف ولاندنج، وبعدين بعد كده يبتدي يطلع بالطيارة بقى ريال تيكوف ولاندنج، وبعدين بعد كده يبتدي في حاجة اسمها كروس كانتري دي اللي هي بيقدر يسافر من بلد لبلد ويتدرب بقى على الاستخدام بتاع الطيار. فتقريبا ال 11 طيار دول كانوا طالعين في مهمة تدريبية كروس كانتري. كل الكلام ده كلام كويس جدا. لكن بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في طيار بلغ تقريبا مطار العريش، لان برضو ما تحددش هم انهي مطار اللي نزلوا فيه في مصر، وطلب الهبوط الاضطراري. معنى طبعا كلمة هبوط اضطراري معناها ان الطيارة فيها عطل او شيء مش هيقدر يخليها تكمل الرحلة بتاعتها. فطبعا برضو هنا في الكلام مش مظبوط. طب طيارة واحدة طلبت الإذن بالهبوط، طب ينزلوا ليه بقية ال4 طيارات؟ هي مهمة تدريبية كلهم مع بعض، لكن عادي جدا كان ممكن جدا بقية الطيارات ترجع تاني أو تكمل بقية المهمة التدريبية، وطيارة واحدة بس هي اللي تنزل تنزل يعني الهبوط الاضطراري ده. طبعا هم المهم طلبوا الإذن بالهبوط، نزلوا ال4 طيارات. ال4 طيارات دول طبعا فيهم ال11 طيار اللي احنا قلنا عليهم، وكده هم خدوا بس فقط إذن بالهبوط، وده طبعا معترف به في القانون الدولي، ان اي طيارة تطلب الإذن بالهبوط في مطار قريب ليها، تمام، ده لازم تنزل، يعني لازم السلطات المطار دي تديها الإذن بالهبوط. طبعا مصر طبقت القانون الدولي ونزلوا ال4 طيارات. لما نزلوا ابتدت الشك، الله، طب انتوا طياره واحده اللي عطلانه بتنزلوا ال4 ليه؟ طيب المهم طبعا ابتدت السلطه المدنيه بتاعت الطيران المدني ابتدت تتخذ الاجراءات وبلغت بالموضوع،
وكشفوا على الطياره اللي فيها العطل، تقريبا برضو لقوا ان العطل ده يعني ايه، ما هوش عطل جسيم، يعني هم كانوا عايزين ينزلوا في المطار المصري ده. فالمهم يعني قبل ما يكشفوا على الطياره اللي فيها العطل دي، الطيارين اليهود قالوا طيب على بال الطيارات ما تصلح احنا عايزين نخش مصر. تخش فين يا عم انت، هي وكاله من غير بواب، تخش تروح فين؟ لا ما احنا هنخش بقى نعمل ايه يعني، نتفسح ونشوف ايه يعني ايه المنطقه يعني وكده، ونرجع ناخد الطياره بتاعتنا بعد ما تتصلح ون ايه ونطلع على نطلع نرجع تاني. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان الناس دي تفضل في المطار لحد ما طيارتهم تتصلح ويرجعوا يخرجوا تاني بره مصر ويرجعوا للمكان بتاعهم. ليه؟ لان المفترض ان اي مواطن مش مصري عشان يخش مصر لازم يبقى معاه فيزا للدخول. هم معهمش فيزا للدخول، هم معاهم بس اذن بالهبوط الاضطراري. طبعا بقى ايه، ابتدى اصل الموضوع هنا بقى. اصل الموضوع ايه؟ ان الناس دي نازله تعمل مشكله، وهنعرف بعد كده ايه يعني ايه يعملوا مشكله وايه الكلام دوت. المهم فطبعا قالوا لهم لا احنا هنخش مصر. الله، شفتوا يعني هنا بدايه افتعال مشكله، هم بيفتعلوا مشكله. طبعا في هدف من وراء الموضوع دوت، ما فيش شك يعني. قالوا لا ما احناش مش هنركب الطيارات بتاعتنا تاني، واحنا اصل احنا عايزين نتزود بالوقود. لا، انتوا الوقود بتاعكم اللي في الطياره يكفيكوا ترجعوا تاني لاقرب مطار اسرائيلي. اقرب مطار اسرائيلي موجود في صحراء النقب، يعني مش هياخد حاجه، والفيول بتاع الطياره او البنزين بتاع الطياره لا يكفي. فايه السبب؟ لا طب احنا عايزين نخش مصر على بال ما تمونوا لنا الطيارات وعلى بال ما مش عارف ايه طبعا الكلام كان كلام مش منطقي. فطبعا سلطه الطيران المدني بلغت وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه بلغت السفير الاسرائيلي في مصر، قالت له الطيارات دي لازم تغادر مصر دلوقتي. طبعا تم تفتيش الطيارات دي كويس قوي والتاكد من كل حاجه. فراحت على طول الاذاعه الاسرائيليه مطلعه بيان قالت فيه ان في الاذاعه الاسرائيليه اللي هي حتشوت تقريبا، قالت فيه ان الطيارين دول نزلوا في مصر، وان المفروض ان في ما بين مصر وما بين اسرائيل في معاهده سلام، فايه لازمه ان هم يطردوا الطيارين؟ طبعا ردت عليهم الخارجيه قالت لهم لا، الطيارين دول نزلوا في هبوط اضطراري والموضوع خلاص خلص. لكن زي ما قلت لحضراتكم، هي الفكرة ايه؟ هي الفكرة ان اسرائيل طبعا عايزة تفتعل مشكلة. طيب يعني ايه تفتعل مشكلة وليه في التوقيت دوت يعني؟ طبعا احنا لسه عارفين من قريب يعني ان الوزارة الاسرائيلية اتغيرت وجه الحزب بتاع نتنياهو. طبعا معروف نتنياهو بالتشدد بتاعه هو، وحتى عصابة الوزراء يعني اللي جاية معاه كلهم ناس متشددين، بدءا من وزير الداخلية الجديد بتاعهم والى اخر الموضوع. طيب هي اسرائيل كانت تهدف من الموضوع ده ايه؟ كانت تهدف ان ايه؟ ان لما حصل الكلام دوت طبعا الطيارين تصرفوا بصلافه غريبه، يعني تصرفات غريبه، ان انت نازل اضطراري، يعني انت المفروض بمجرد ما نزلت اضطراري المفروض ممكن لو انت حضرتك ما انتش هترجع على الطيارات دي تترحل على اقرب طياره رايحه اسرائيل. لكن طبعا هم راحوا مطلعين الجزئيه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، اصل مصر بينها وبين اسرائيل معاهده سلام. طب ايه قصدهم من الموضوع ده؟ قصدهم يعني ان ايه الوزاره الجديده اللي جت دي لا يعني هيبقى في تعامل بقى مشدد مع مصر، وان اتفاقيه السلام لا لازم تطبق مظبوط. طب يعني معلش يعني طبعا هنبقى نشرح الكلام ده باذن الله في فيديوهات جايه كتير. اتفاقيه السلام خلاص يعني تقريبا ما عادش فيها غير حتت ورق صغيره،
أخطرهم مركز الإنذار المبكر اللي موجود في أم خشيب في سيناء. عندنا احنا هنا في مصر مركز انذار مبكر فيه امريكان ومصريين بيراقبوا الحدود ما بيننا وما بين الكيان الصهيوني، وهم عندهم مركز مراقبه برضه هناك قاعد فيه امريكان واسرائيليين وبيراقب بيها الحدود بتاعتنا، او بيراقب سيناء ككل، لان سيناء المفترض انها في ضمن اتفاقيه السلام كان يبقى في حاجات محدده، زي مثلا تقريبا يعني المنطقه ألف فيها دفاع جوي، بس دفاع جوي ما هوش ثابت متحرك، وقوات محدده، والمنطقه ب فيها قوات حرس الحدود، والمنطقة ج فيها شرطة. ولكن دلوقتي المنطقة ج والمنطقة ب يعني حرس الحدود دخلت جوه، ده مش كده كمان، ده دخلت قوات الصاعقة كمان جوه عشان عملية مكافحة الإرهاب. فتقريبا موضوع اتفاقيه السلام دي خلاص يعني مر عليها وقت طويل. طبعا ده مش معناه يعني ان احنا مصر مثلا خلاص اتفاقيه السلام خلاص واحنا هنصبح بكره نحارب اسرائيل او الكلام ده كله، لا طبعا. بس هي الفكره ايه، ان يعني ايه، في عالم جديد بيتشكل بعد الحرب الأوكرانية الروسية، يعني هنبقى نتكلم عليه. وفي تحالف دلوقتي طبعا عربي موجود، حلف عربي موجود قوي جدا، وبإذن الله هيكمل. فطبعا بتبتدي الايه المناوشات بالطريقة دي، زي مثلا برضو موضوع السلاح اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو سلاح حقوق الإنسان، حولوا حقوق الإنسان لسلاح، وابتدوا لا طب احنا المعونة، طب ما هي المعونة دي كانت ضمن المعاهدة برضو، لا احنا هنقطع من المعونة قد كده عشان اصل مصر حقوق الانسان فيها مش مظبوطة شوية، مش عايزين نظبطها يعني زي ما بقول لحضرتك اخرها في قطر في كاس العالم، لا يا المثليين اسف يعني في اللفظ طبعا، الجماعه اللي هم الشواذ، راجل متجوز راجل لا يحط العلامه على كتفه ويبقى مسموح بيها يخش بيها الملعب علني. فقطر قالت لهم لا الكلام ده مش مسموح، والفيفا قال لا اللي هيعمل الكلام ده هنمشيه. ليه وليه برضو يحصل الكلام ده؟ تقوم انجلترا امبارح العمده بتاع لندن يطلع قرار ان الاعلانات بتاعه كاس العالم اللي موجوده على وسائل النقل اللي في بريطانيا تتشال. يعني بعدين باذن الله يعني بفيديوهات تانية هنتكلم طبعا عن الكلام ده كله. بس هو الموضوع ما هو الا يعني ايه، عايزين يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعملوا فرقعه. برضو ما مش هننسى الجماعه الارهابيين لسه عاملين بتاع دوت عمليه في الأنطرة شرق، موضوع مدرسة الصنايع والجزء بتاع الجامعة اللي دخلوا وقعدوا فيه تمركزوا فيه، وهم عارفين كويس قوي ان هم كلهم بالكامل هيتبادوا يعني او هيموتوا يعني. دخلوا قعدوا بس وحصل ضرب نار. ده كان الكلام ده في اخر يوم في مؤتمر المناخ في مصر، وكانوا قريبين جدا من قناة السويس حوالي تقريبا 5-6 كيلو. قلت انا الكلام ده في الفيديو اللي انا عملته قبل كده. اذا الموضوع دلوقتي لا داخل في ايه، داخل في ان النهارده لا احنا برضو ما زالت امريكا هي القطب الوحيد اللي موجود في العالم، واذا ما كنتوش هتسمعوا الكلام هيبقى الموقف مش مظبوط. طيب برضو محطة إذاعة إسرائيلية برضو اسمها ولا، دي راحت إيه مطلعة خبر. أنا هسيب حضراتكم الخبر ده تقروه أهو، يعني هعرضه لحضراتكم دلوقتي وهتقروه، وبعدين بعد كده هرجع تاني أقول لحضراتكم الخبر ده ليه هم بيذيعوه. زي ما حضراتكم شايفين كده في الخبر اهو، بتقول ايه، بيقولوا زعمت وسائل اعلام اسرائيليه احتجاز السلطات الاسرائيليه ل5 اشخاص يشتبه ان يكون بينهم مصريين. تمام. هو طبعا بيقول لك كمان ان هم اتضبطت قطع اسلحه بمطار بن جوريون قادمه من دوله اجنبيه، من دول اجنبيه، وبحسب الاشتباه تم اخفاء اجزاء الاسلحه داخل شحنات لعب
تم استيرادها إلى إسرائيل عبر شحنات جوية من دولتين مختلفتين في الأشهر الأخيرة. وبيقول لك إيه، يشتبه إن بينهم مصريين، لا هم كانوا فعلا بينهم 3 مصريين. تمام، بس طبعا ال3 المصريين دول كان لا علاقة ليهم بالموضوع من قريب أو من بعيد. طيب بيقول لك بقى ايه اللي هم طبعا محطه الاخبار بتاعت ولا الاخباريه ديت الاسرائيليه اعتقلت 2 بس من ال5 دول، يعني بقوهم هناك في اسرائيل، ودول من سكان القدس الشرقيه. الباقي تم الافراج عنهم في ظل ظروف تقييديه. يعني ايه في ظروف تقييديه ديت؟ يعني القانون لا يسمح باحتجازهم في اسرائيل، وان ما صدرش عن يعني ما تبينش من التحقيقات او لاخره ان الناس دي ليها صله بهذا الموضوع. طيب طبعا السلطات الاسرائيليه بعد كده الاثنين اللي هم بتوع القدس الشرقيه دول قعدوهم هناك معاهم، وقالوا كده برضو عباره كده في الاخر ان بالاتصال باجهزه امن من دول مختلفه حول العالم ان فعلا ثبت ان في اسلحه، اجزاء من اسلحه اتصدرت. يعني بص الخبر ما هوش شارح اي حاجه، يعني ايه الكلام دوت، وطب ليه اشتبهوا في المصريين بس، وخصوصا ان الطياره دي يعني هل هي كانت طياره شحن؟ طب وايه اللي ركب ال5 دول في طياره الشحن؟ وهل ال5 دول لا كانت طياره مدنيه بس شايله شنط بتاعتهم او حاجات بتاعتهم خاصه بيهم؟ ما تفهمش. بس المهم انها تطلع حاجه زي كده بحيث ان تقول ايه، ان مصر لا بتفتعل ازمه مع الاسرائيليين علشان حصل منها كذا 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 كذا. هو يعني معلش انا ده تحليلي انا بقى، يعني ال3 المصريين دول ليهم علاقه بهذا الموضوع، هم كانوا طبعا الاجزاء بتاعت الاسلحه دي ممكن جدا اي دوله في العالم بتجيب اسلحه بطريقه معينه او اجهزه الاجهزه دي هتشتغل على اسلحه معينه، هي حره. يعني بمنتهى البساطه يعني اقول لحضراتكم ايه، الطيارات الايراني اللي خدتها روسيا من ايران، العدسه بتاعت الطياره اللي هي المسيره، العدسه بتاعتهم جايه من اسرائيل. وصلت بقى ايران ازاي؟ ما هو كل الدول بتشتغل الشغلانه ديت. انا الامن القومي بتاعي فوق كل حاجه. بس هم طبعا يعني عايزين يقولوا ايه، ان يعني لا ده مصر بتعمل كده يبقى وازاي واحنا في بينا معاهده سلام. فطبعا ادي القصه بتاعت الناس ديت، وتوقعوا المزيد من هذا الموضوع. تمام، بس برضو لازم نبقى احنا برضو مطمنين كويس قوي ان يعني باذن الله في اقرب وقت الاتفاقيه بتاعت السلام بيننا وبين اسرائيل هتصبح ورقه باليه. يعني وبرضه باكد تاني، مش معنى كده ان تاني يوم الصبح هنصحى نحارب اسرائيل، لا، بس طبعا خلاص انتهى حته اتفاقيه السلام. الامن القومي المصري فوق كل حاجه، فوق كل شيء، ده يعني ما فيش فيها كلام. يجي بقى نتنياهو، يجي نفتالي بنلت، يجي مش عارف مين، يجي وزير الدفاع مين، لا ده حاجات مشددة على الأمن القومي المصري. وبإذن الله نتقابل في فيديو قريب. السلام عليكم.